يلا كده كلنا نقوم نتشجع وبلاش كسل. نشوف ايه اللي ورانا النهارده. صباح الفل عليكم. النهارده زي ما اتفقنا امبارح ان احنا هنبدا تخزينات وتفريزات شهر رمضان. ان شاء الله هنبدا بقى بفيديوهات سهله وسريعه كده ومش طول عليكم في الفيديوهات علشان اعمل فيديوهات كل يوم. الطماطم اللي انا كنت اشتريتها امبارح وسبتها على الرخامه، بدأت أغسلها كده وننضفها كويس علشان هنبدأ نعمل شوية صلصة هينفعونا في الأيام اللي احنا مزنوقين فيها، وكمان في شهر رمضان علشان الوقت بتاعنا بيبقى صغير وبنبقى عايزينه يعني نوفر وقت للعبادة وكده. فاحنا هنبدأ نعمل تجهيزات مع بعض. قلت قبل كده اما نيجي نعمل تجهيزات ما ترهقيش نفسك ولا ميزانيتك. لا، حاولي على قد ما تقدري كل ما تنزلي السوق كده تجيبي حاجة زيادة شوية وتحاولي تعينيها يعني او تخزني على قد ما تقدري. ما ترهقيش الميزانية بتاعتك. بدأت اغسل الطماطم كده واي طماطمية مش عجباني بشيلها على جنب. هغسل الكمية كلها بتاعنا ونقطعها أربع تربع. التخزين النهاردة أنا هعمل الصلصة بتاعتي اللي هي الصلصة بتاعة الطبيخ العادية خالص. مش هضيف لها أي إضافات ولا أي مكونات ولا ملح ولا سكر ولا أي لون ولا بابريكا ولا أي حاجة. احنا هنحتفظ بيها زي ما هي كده. بعد ما غسلنا كمية الطماطم بتاعنا كلها وصفيناها كويس زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هبدأ اقطعها اربع تربع في الحلة بتاعتي. مش هعصرها قبل ما احطها تستوي، لا ده انا هقطعها اربع تربع كده واحطها على النار من غير اي مية خالص. هي طبعا هتنزل المية اللي فيها. خلصنا الكمية كلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هتبدا تنزل الميه اللي فيها. وانا عامله معاكم الفيديوهات بتاعه تفريز الطماطم دي كتير، بس انا الايام دي حابه ان انا انزل لكم فيديوهات علشان افكركم اللي ما لحقتش تعمل حاجه تلحق كده تتجدع وتبدا معايا، وان شاء الله نعمل شويه حاجات كويسين مع بعض. رفعتها على النار زي ما احنا شايفين مع بعض كده. النار بتاعتي تبقى النار متوسطه. بعد فتره هتلاقي الطماطم بتاعتك بتنزل ميه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. عايزه الصلصه بتاعتك تبقى تقيله، افضلي حطها على النار لغايه الميه اللي فيها دي كلها ما تنزل وتبقي يعني تفرميها بالهاند بلندر او بالخلاط وتعبيها. لا، عايزه تشتغلي بيها على كده، اوكي ماشي. انا هبدا افرمها على كده، انا مش عايزاها تقيله قوي. هبدا افرمها على كده. في ناس بعد ما بتفرمها بتصفيها وترجع تسويها تاني على النار، لا انا هشيلها زي ما هي كده بحيث ان انا لو عملت بصله بعد كده ولا حاجه عشان اعمل التقليه بتاعتي، هبقى ابدا احطها على النار شويه تسبك معاها. بدات اعبيها في العلب زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وزي ما قلت لكم قبل كده فكره العلب دي احسن. زي ما احنا شايفين كنا شايفينها مرصوصه في الفريزر كده، بتكتبي على كل علبه التاريخ بتاعها وبتبقى كويسه. ما عندكيش علب حاولي تحطيها برضو في اكياس وتكتبي على الكيس التاريخ اللي انت عملتي فيه الحاجه دي عشان تاخدي الحاجه اللي انت عملتيها الاول والعمليه تساعدك يعني. لو كان الفيديو بتاعنا النهارده فاتكم لو بحاجه بسيطه، يا ريت لايكات كتير، واشوفكم على خير. دمتم بكل حب.